مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم أفلام زمان. النهاردة هفكركم بفيلم من أفلام زمان، وهو فيلم درامي اجتماعي. فيلم مستر كاراتيه تم إنتاجه 1993 من تأليف رؤوف توفيق والإخراج محمد خان. بطولة كوكبة كبيرة من النجوم: أحمد زكي، نهلة سلامة، ممدوح وافي، إبراهيم نصر وغيرهم من الفنانين. الاستعراضات لعلاء عوض، اما الموسيقى التصويريه طبعا موسيقى متميزه جدا لياسر عبد الرحمن. هنعيش اجواء هذا الفيلم من خلال لقائنا النهارده مع الكاتب الصحفي حاتم سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. الحقيقه زي ما بنقول كده، يعني الحقيقه نقدر نقول الفيلم ده هو درامي بالرغم من وجود استعراضات وغناء داخل هذا الفيلم، لكن ليه اطلقنا عليه ان هو فيلم درامي؟ هو الفيلم ببساطة بيتكلم عن مرحلة زمنية معينة في فترة التسعينات، عن الشباب أو الجيل الشباب في الوقت ده. إنه كان يعني كانت مرحلة كده إنه مستنيين تعيين من الشغل يعني، أو إنهم يعتمدوا على نفسهم. فكان دايما الجيل ده بالذات اتظلم في الحتة دي، إن هو إيه، كان متلخبط مش عارف يستنى التعيين ولا. فالفيلم كله ضاغط فكرته حوالين البطل ده اللي هو صلاح، اللي جسد شخصية أحمد زكي. وده كان شاب من الأقاليم، وبعدين والده كان بيشتغل في القاهرة سايس، وبعدين توفى. فجأة بيلاقي صلاح نفسه إن هو مطلوب منه يجي القاهرة مكانه ويواجه عالم جديد هو ما يعرفوش. يعني مستر كاراتيه نقدر نقول هو فيلم كده خفيف شويه، مش يعني نوعيه الافلام اللي هو كان دايما بيخرجها محمد خان. من وجهه نظرك ده نجاح لمحمد خان على اساس ده تنوع طبعا، ولا شايفه ايه من وجهه نظرك؟ هو مستر كاتيو يعتبر فيلم تجاري، عشان كده حضرتك حسيت إنه خفيف شوية. هو فيلم تجاري بس في نفس الوقت فيه قضية، تمام. فكان ده التحدي الأكبر لمحمد خان. حتى هو اتقال بعض النقاد في الوقت ده ان يعني الفنان القدير احمد زكي هو اتجه لشباك الايرادات، يعني بالظبط. اتقال من كتر ما هو مش يعني غريب على احمد زكي وغريب على بالظبط. المخرج بالظبط. التركيبه دي. هما فكره ان هما قدروا يكونوا ان احنا نعمل فيلم مهم وفي نفس الوقت تجاري، يعني يكون فيه ايرادات وفي الشباب يروحوا يشوفوه كده. وبدات تعرف اهميه الفيلم بعد سنين، احنا النهارده بنتكلم تقريبا 31 سنه عن الفيلم، تمام. فما نقدرش نقول عليه تجاري 100%. فمحمد خان مش زي مثلا احلام هند وكمال، يعني طبعا. اللي هو عمل مع احمد زكي برضه كان واقعي، او زي زوجة رجل مهم. هو فعلا هما الاثنين في الفيلم ده يعتبر ان هما تحدي بالنسبه لهم، ونجحوا فيه ان الفيلم قدر يعيش لحد النهارده. احمد زكي يعني كان في الوقت ده عامل قبلها على طول امبراطور، وعامل زوجة رجل مهم، ده حقيقي. وعامل مجموعه من الافلام والباشا يعني ونعم، وفيلم الباشا والباشا والامبراطور. والامبراطور. فيعني افلام مختلفه. بعد كده اتجه لنوعيه اخرى من الافلام اللي هو مستر كاراتيه، استاكوزا، كابوريا. شايف ده من وجهه نظرك ليه؟ هل فعلا زي ما بعض النقاد قال اتجاه لشباك الايرادات، ولا تنوع وانا هو موجود في كل الانواع من الافلام؟ شايف من وجهه نظرك ايه؟ احمد زكي كان فنان شاطر جدا وذكي جدا، هو كان دايما متابع السوق. بمعنى انه حتى فيلم استاكوزا ناس كتير بتظلمه، استاكوزا ده متاخد من تعويض الشرسه لشكسبير، صحيح. معمول بشكل تجاري شويه، بس برضه كان تجربه مختلفه. هو ان احمد زكي دايما كان بيتابع حركه السينما عموما بتتغير ازاي، الناس رايحه فين، تمام. ده مش معناه انه بيمشي ورا كلام الناس برضه، لا، لان هو زي مستر كاراتيه كده بالظبط. وانا هقدم للناس اللي هم عايزينه، بس في نفس الوقت يكون فيه قيمه. غير طبعا ان هو كان عبقري في الاداء، يعني هو صحيح. ما عندوش اي مشكله ان هو يعني يجسد اي شخصيه، تمام. طبعا جسد هنا صلاح اللي هو الشاب القروي اللي جاي وبيحلم بقى بان هو يطلع يقب كده على وش الدنيا زي بالظبط، ما بنقول. والعاصمه بالظبط. كان في الوقت ده ما كانش يعني النوعيه دي موجوده قوي من الافلام. هو اختار النوعيه دي من الافلام، والقصه كمان قصه ما كانتش يعني مستهلكه في الوقت ده، مش هو ده النوع من القصص الموجوده في الوقت ده. هل ده شايفه تحدي، يعني ان هو يقول لنا نوعيه اخرى من الافلام ما كانتش موجوده في التسعينيات مثلا؟ شايف ايه؟ هو كان دايما يعني سواء محمد خان او رؤوف توفيق او احمد زكي، فكره ان هو دايما هم عايزين يعبروا عن الناس في الوقت ده، يعني ده كان هدفهم دايما. فانت كان عندك مشكله حقيقيه موجوده زي ما قلنا، انه اغلب الشباب عايزين يجوا خصوصا في الاقاليم، عايزين يجوا القاهره على امل ان هم يحققوا احلامهم كلها في القاهره، تمام.
ودي بتكون رسالة الفيلم في الآخر، إن هو بيكتشف إنه لأ يعني ملوش غير في الاصل بلده. هو اللي بيغلب في بالظبط. الاخر، صحيح. تحدي إن هو قدر يلعب الدور ده، خصوصا إنه برضه كان في 93 كان أحمد زكي اتقدم بيه العمر شوية. فكرة إنك تقنعني إن أنت شاب امم. تقريبا عندك 29 30 سنة، دي حاجة صعبة جدا. تمام. بس هو نجح إنه يأدي ده امم. ويقنع الناس بده. امم. كمان احمد زكي في الوقت ده يعني في ناس متاثره بفنانين كبار، جاكي شان مثلا، بالظبط. بروسلي. يعني عايزه اقول ان هل هو برضو حب ان هو يوري لنا نوعيه اخرى من النجوم ويحط نفسه مع نجوم بقى بتوع الكاراتيه وكده، لا ولا ايه لا انت هو لا لوسلي والناس دي كانوا اوريدي بيقدموا النوع ده. مهم. هو لا هو حب انا هديكم القالب اللي انتوا عايزينه ده، مهم. نفس القالب ده، بس هناقش فيه موضوع اوريدي احنا كلنا عايشينه مهم. وبنعيش فيه. تمام. ونجح في كده. الموسيقى التصويريه برضه، الناس عبد الرحمن حاول انه يعملها سريعه مناسبه مهم. لاحداث الفيلم. لو اتكلمنا كمان عن نهلة سلامة، اه ونهلة سلامة في الوقت ده كان في فنانة أخرى مرشحة للدور ده، دينا. تمام. اختيار نهلة سلامة في الوقت ده هل يعني هيبقى كان مختلف عن لو دينا عملت أداء الدور ده؟ لا ما اعتقدش، لان هو نهله سلامه ابدعت في الدور ده، ويعتبر من اهم الادوار اللي عملتها مم. يعني تقصد ان هو مش هو. هيكون إضافة سواء نهلة سلامة عملته أو اه دينا؟ طبعا، لان كان الفيلم مهم إضافة جدا. ليهم. بالظبط، الفيلم اه. مهم جدا. شايف كمان الفنانين بقى يعني لو اتكلمنا عن ابراهيم نصر، مم. وابراهيم نصر كمان يعني مختلف هنا، يعني هو دايما معلم ليهم في مم. الاداء الاستعراضات وكده. انت شايف ابراهيم نصر هنا ايه ممكن نقول عليه بس اداؤه ابراهيم ايه؟ نصر من الفنانين يعني ظلم فنيا. امم. يعني الناس كلها فاكره ابراهيم نصر كمان خفيه، دي اكتر انجح حاجه هو عملها. هو ابراهيم نصر كان فنان يعني عبقري. امم. فيلم مستر كاراتيه هو عمل اداء كويس جدا لواحد ممكن نقول الشخصيه الموازيه لصلاح، امم. اللي هو المحبط. يعني مش باين في الفيلم انه محبط، لكن هو واحد كان المفروض انه مدرب ومدرس العاب. ما كان بيقولوا عليه ان هو اول مدرب ودايما عينهم عليه، يعني على بالظبط. ابراهيم نصر دايما. وبعدين ساب اللي وبقى يشتغل في النقاشه او يشتغل في الصنعه. وبعدين بتدور بيه الحياه لما بيشتغل في مالها ليلي. فهو فكره يعني ابراهيم نصر ابدع في اداء الشخصيه دي. امم. وصعب انك انت مش شايف ابراهيم نصر، انت شايف الشخص اللي هو بيجسده ده. امم. فشايف اداؤه هنا برضو، يعني لو الدور ما اتعملش بابراهيم نصر مستحيل. اه مستحيل. ما ينفعش لا يجي فنان تاني انا يعمل انا الدور لا ده. مش شايف حد تاني فيه هو خالص. اكتر واحد هو قدر اكتر يجسد حد الدور ده. بالظبط قدر يعمل الشخصيه دي، خصوصا في اخر الفيلم او اخر رحلته لما اتهموه بالقتل وكده. امم. فكان اداؤه. تمام. الاستعراضات كمان اللي يعني علاء عوض كون هو موجود كاستعراضات جوه العمل ده، شايف اضافته ايه؟ يعني احنا ما نقدرش نطلق على الفيلم ده ان هو استعراضي، ده حقيقي. لكن وجود الفيلم، يعني وجود الاستعراض داخل الفيلم، اداله ايه؟ وداه في اي مكان بالظبط؟ اداله انه وصل لك احلام صلاح. امم. تمام. يعني هو فكره احنا عندنا مثلا استعراضين هم الابرز في الفيلم. الاستعراض الاول بتاع مستر كارتين لما بيحلم ان هو يبقى زيهم اول ما راح النادي. فانت هنا بتتفرج على حلم صلاح، امم. انه وهو ماشي في الشارع والناس كلها بترقص معاه، وان هو بقى لاعب كاراتيه يعني زي النجوم. امم. والاستعراض التاني ان هو لما بدأ يعدي بأزمات كتير في حياته في الملهى الليلي، تمام. وكان بيكلم نفسه ان هو بدأ يكتشف الدنيا يعني. طب استاذ حاتم كده قبل بقى ما يعني نكمل كل صناع العمل الرائع ده، نطلع كده بقى نفكر مشاهدينا بقى ونشوف كده جزء من فيلم مستر كاراتيه ونرجع نستكمل، خليكم معانا. أول ظهور للنجم أحمد زكي على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي. كان أول دور بطولة مطلقة له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي
عام 1978، وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة. يعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996، حيث له في القائمة 6 أفلام، وهم البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، اسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا، أبناء الصمت. حصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريمات، من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، ومهرجان الإسكندرية عام 1989. ورجعنا لكم تاني مع الكاتب الصحفي حاتم سعيد. استاذ حاتم، كده شايف كده يعني احمد زكي قدرنا ان هو يبين لنا احنا كمشاهدين حالة التحول اللي جاي القروي ده، وابتدى بعد كده يكون لاعب كاراتيه. هل بان في الفيلم التدرج اللي حصل ده، ولا احنا يعني انا حاسه ان احنا حسنات شوك كده؟ هو ايه اللي حصل عشان، او ايه اللي اتعرض له عشان يتحول من شاب قروي للاعب كاراتيه؟ هو بص، هو ممكن يكون ايقاع الفيلم سريع فده خلى الناس يعني ما تركزش قوي. هو بدايه الحدث اللي خلاه يبقى كده لما اول ما جه القاهره اشتغل مكان والده في جراج، ولقى حرامي جاي يسرق العربيات، واتفاجئ ان الولد ده بيلعب كاراتيه، نفس الكاراتيه اللي هو كان بيتفرج عليه في نادي فيديو، مش نادي، في قهوه، في فيلم فيديو. فقال لك هو ده بقى من الكاراتيه، هنا هو ده قرر السبيل عشان اعرف بقى ادافع ويدافع عن عن اي حاجه. نفسه ويدافع عن شغله، وان هو في القاهره غريب. فدي كانت البدايه اللي خلته. بس هو كان دايما في دماغه ان هو عايز مش رياضه الكاراتيه، هو عايز الكاراتيه اللي زي اللي في الفيلم. تمام. لحد ما اتعرض لموقف لما ساب الجراج وراح منطقه لوحده يشتغل فيها، وبدا يشوف عصابه بتتاجر في المخدرات. فهو حس ان هو بطل ايوه. واحد من الافلام اللي بيشوفها. وفي الاخر رجع بلده. بس بالمناسبة ان يعني نقل كل حاجة بتحصل في القاهرة في الوقت ده، محمد خان دايما المخرج الكبير، دايما في افلامه دايما بيعكس لنا القاهرة ده فيها حقيقي. ايه، كل الحاجات اللي احنا موجودة عندنا. شايف في الفيلم ده اختلف هنا، يعني الموضوع مختلف. اي نعم، هو شاب قروي جاي برضو للقاهرة، وبرضو يعني انا برضو يعني هو مش بعيد قوي عن التيم بتاع محمد خان، لان التيم بتاعه برضو بيوري لنا ايه في القاهرة. لكن هو دايما محمد خان دايما بيوثق ما يحدث في القاهرة من خلال افلامه. شايف هذا الفيلم برضو قدر يعمل كده؟ طبعا هو الفيلم محمد خان نجح دايما ان هو يوصل لنا صوره للقاهره اللي احنا شفناهاش. يعني في فيلم مستر كاراتيه هو اتصور في الزمالك، فانت قادر تشوف الزمالك زمان عامله ازاي. وكوبري 15 مايو كان فيه جزء برضه. لو رجعنا لافلام محمد خان القديمه، يعني اول فيلم ليه كان ضربة شمس. ده وسط البلد، منطقه وسط البلد بالكامل هو مصورها. في مصر الجديده مثلا، في فيلم احلام هند وكاميليا. فهو دايما محمد خان كان بيوثق شوارع القاهره. تقريبا الفيلم الوحيد اللي خرج بره اطار القاهره كان خرج ولم يعد. خرج ولم يعد مع يحيى الفخراني وليلى علوي، وده برضه وثق بيه حياه القريه يعني. ياسر عبد الرحمن، الموسيقى التصويريه الرائعه لياسر عبد الرحمن الحقيقه. يعني اي موسيقى تصويريه احنا مجرد ما بنسمع بنعرف ان دي موسيقى ياسر عبد الرحمن. ده حقيقي. الى اي مدى استغلال الموسيقى التصويريه داخل هذا العمل كان سبب في نجاح هذا العمل؟ في الحقيقه بص، انا ياسر عبد الرحمن هي لازم نقول كلمه حق. اولا احنا اصعب حاجه دلوقتي ان ياسر عبد الرحمن مش موجود. تمام. صحيح. هو موجود طبعا، ربنا يديله طول العمر، يا رب، بس ما بيشتغلش الا نادرا. احنا فعلا يعني خسرنا ياسر عبد الرحمن على
مستوى الموسيقى التصويريه في مصر وفي الوطن العربي عموما. دعوه هو مننا دلوقتي، يا ريت. بنقول له يعني بنقول ده لياسر عبد حقيقي الرحمن احنا فعلا انه لازم محتاجين يرجع، موسيقاك، يعني بالظبط حقيقي. انه ده يرجع حقيقي. تاني، يعني مش عايزين بشكل قليل. تمتعنا يعني. بالظبط. فينك ده فينك. حقيقي لانه كمان اشتغل مع احمد زكي 3 افلام 4 افلام تقريبا، وال4 افلام هو هتلاقي الناس عبد الرحمن زي احمد زكي برضه. يعني احمد زكي قادر يغير اداؤه حسب الشخصيه، برضه ياسر عبد الرحمن قادر يغير مزيكته بحسب نوعيه الفيلم. يعني اول فيلم عمل معاه تقريبا الامبراطور، تمام، وفكره العالم المخدرات وتاجر المخدرات، عمل موسيقى لحد النهارده الشباب بيسمعوها. صحيح. وده يمكن الناس ما تعرفش ده، ان لحد النهارده الشباب بيجيبوا على الانترنت مزيكا ياسر عبد الرحمن بيسمعوها. ده حقيقي. تمام. بعد كده عمل معاه الباشا، وده الباشا ده برضه بمناسبه ان احمد زكي كان مواكب للعصر اللي حواليه، انه كان وقت الاغنيه الشبابيه، ومنى عبد الغني كانت من المطربات، يعني مطربين الشباب. ياسر عبد الرحمن عمل معاه الفيلم ده، صحيح. وكان فيلم سريع ولحن اغاني لمنى عبد الغني في الفيلم، وعمل معاه طبعا يعني ايقونه التعاون ما بينهم ايام السادات. ده حقيقي. وكان برضه محمد خان وياسر عبد الرحمن واحمد زكي لحد النهارده مزيكه ايام السادات يعني صحيح. مفيش خلاف عليها يعني. اسطوره حقيقه، يعني يا احنا عبد نتمنى الرحمن فعلا اسطوره. انه يرجع تاني. نطلع كده للفاصل ونرجع على طول نستكمل، خليكم معانا. لو سمعت كلامي كنت خليتني اسيب المدرسه من الاول وما اقعدش قعدتك دي في الاخر. ولا مش هتسيب المدرسه، بطل الفطه واشتغل بقى. اهي البوسطه الكبيره وصلت. ترى مين؟ يدور فيلم مستر كاراتي حول صلاح، شاب قروي لديه ولع بأفلام الفنون القتالية. ينتقل للعيش في القاهرة ويعمل سائسا في إحدى الجراشات. يتدرب على لعبة الكاراتيه على يد حسن أملا أن يصير بطلا للعبة. ويقع في حب نادية موظفة محل الفيديو التي يستأجر منها شرائط الأفلام. يقرر ترك عمله في الجراج ويعمل سائسا فيحقق دخلا لا بأس به. ومن خلال هذا الموقع يصطدم برجال إحدى العصابات والنفوذ. يحاول صلاح الإبلاغ عن هذا الشخص الذي يدعى أبو الوفا. يقرر صلاح أن يأخذ الفتاة التي أحبها ويعود بها إلى قريته ليزرع الأرض ويحصدها. اهو بيتنا اللي ورا البيت الابيض اللي هناك ده، هبني فوقيه اوضه لابني وهنشتغل في الارض مع بعض. هتعلمني ازاي ازرع؟ امال هتتفرجي عليا؟ ممكن اجري؟ اجي بس وحماتك تشوفك. ضروري، هي ست طيبة. ورجعنا لكم تاني مع كاتب الصحفي حاتم سعيد. استاذ حاتم، كمان انا عايزه اقف عند اسم الفيلم مستر كاراتيه. الحقيقه هو مش بس الرياضه، يعني مش بنتكلم عن الرياضه بس كاراتيه، لكن مستر كاراتيه ده يعني هو بيبين تحويل الشخصيه، يعني الشخصيه القرويه اللي جايه من القرى وكمان اتحولت. انا بصراحه بشوف وجهه نظري ان اختيار الفيلم تجاري بالشكل الاكبر. الاسم نفسه مستر كاراتيه تجاري، ان هو بيعتمد على حاجتين، اولا خفيف يعني الناس تقدر تسمعه بسهوله. تاني حاجه انه زي ما قلت لحضرتك في الوقت ده كان هو ده النوع المنتشر في شرايط الفيديو وكده. فالناس بقى منتظره، يعني تخيل انا لما اعمل لك اعلان ان في فيلم نازل اسمه مستر كاراتيه في احمد زكي، اللي هو اوريدي انت بتشوف الكاراتيه ده في صحيح. الفيديو، فده انت عرفت تستغل ده يعني كدعايه، ومش هتلاقي الاسم يعني بالرغم ان هو تجاري ومع ذلك هو مش ضد الفيلم برضه. هو برضه بيدي نفس معنى الفيلم، انه الشاب القروي اللي عايز يبقى شبه دول او بيسعى ان هو يبقى زي دول يعني. نهاية الفيلم كمان لازم نقف عليها، يعني ده حقيقي. نقف عند نهاية الفيلم، لأن نهاية الفيلم بينت بقى ازاي القروي ده اللي هو يعني قعد في المدينة وابتدى يحلم وشهرة ومعروف، ابتدى يرجع تاني لقريته. ده ايه الهدف منه؟
هو واجه، هو كان عايز هو كان متخيل زي اغلب القرويين اللي بيجوا العاصمه ان هو يحقق احلامه ويكون معاه فلوس. طبعا واجه مشاكل كتير جدا، وشاف اللي اتعرض له صاحبه اللي هو كان ابراهيم نصر، وان المجتمع ده ظالم. هو مش ظالم يعني، هو مش قادر عليه، مش زي المجتمع اللي هو جاي منه. تمام. مش عارف يتعايش، يتأقلم بقى ويتعايش يتعايش معاهم. فحب نهله سلامه، واكتشف ان في النهايه ملوش غير ارضه. هو كان في اول الفيلم خالص قال معلومه صغيره ان هو عنده فدادين، كام فدان صغيرين. فهو شايف انه مفيش حل، او الحاجه الوحيده اني ازرع ارضي. وما دام كده كده انا هعمل مجهود، يبقى الاولى المجهود يبقى يبقى في ليا انا، أرضي بقى. بدل ما اشتغل عند حد. ودي كانت رساله مهمه جدا في الفيلم، يعني ان هو فكره خلاص هو قرر انه ياخدها ويتجوز هناك. ده المجتمع بتاعنا هنعيش فيه اسهل والطف، يعني اخف شويه. شايف نوعية الأفلام دي لو اتعمل دلوقتي هتلاقي رجع صدى كويس، ولا هي مختلفة عن الجيل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ الجيل اتغير، مشاكلهم اتغيرت، قضاياهم اتغيرت، مش زي الجيل القديم. ولو جبنا حتى يعني القروي اللي هيجي دلوقتي للقاهرة، مش هيبقى كده. هو القوي دلوقتي مش محتاج يجي القاهره، بالظبط. هو هيعمل كل حاجه صح. في مكانه. يعني هو آه. مش محتاج، والانترنت والدنيا انفتحت بقى فيه، فهو مش محتاج يجي. تمام. يعني بس انت تقدر في الوقت ده، كل جيل وعنده مشاكله، وكل جيل وعنده قضاياه. فانت ممكن تعمل افلام واقعيه تعبر عنهم. طبعا ممكن. وجود الاستعراضات هنا اضافت، ولا شايف ان الفيلم برضو الاستعراض لا، اضافت؟ انا شايف ان هي ترويج مش يعني انا مش شايفه بصراحه الاستعراض، ما نقدرش نقول ان هو فيلم استعراضي عشان لا نتكلم لا، عن هو فيلم استعراضي، هو لكن ترويج اكتر من بس ترويج. شايف. لكن زي ما قلت لحضرتك في البدايه، هو برضه استغله انه يعبر عن الشخصيه، مش فكره ان انا بروج وخلاص. هي مش عايز اعمل استعراض وخلاص، لا هو حاول انه برضه يعبر عن الشخصيه وكده. هل مستر كاراتيه هو يعني امتداد بقى ليه استاكوزا وكابوريا، ولا شايف ان ده برضو اتجاه مختلف، لان استاكوزا وكابوريا برضو يعني، ولا امتداد ليهم؟ هو كابوريا، مستر كاراتيه، استاكوزا، ده الترتيب بتاعهم. الاول كابوريا. كابوريا كان تقريبا 91 او 90. وبعدها كان مستر كاراتيه، وبعدها كان يعني 3 سنين عملوا 3 سنين. لا مش بالترتيب، لان في النص كان في افلام. بس هو كان احمد زكي زي ما قلت لحضرتك، هو ذكي، يعني هو عارف امتى اعمل ده وامتى اعمل ده. يعني هو كان في النص مثلا ممكن يعمل اكشن، ايوه، زي ما عمل الامبراطور او الباشا. وامتى اعمل لايت، حاجه خفيفه زي مستر كاراتيه. فهو عارف امتى يعمل كل نوع في وقته. صحيح. ويمتعنا، يعني هو امتعنا في طبعا، كله. الله يرحمه. يعني الافلام اللي هي حتى السياسيه طبعا يعني استمتعنا. الافلام الدراميه، كل فيلم ليه قصه، يعني امراه واحده لا تكفي، البيضه والحجر، امبراطور، يعني الحقيقه افلام رائعه. هو يعتبر احمد زكي قدم كل الانواع السينمائيه، او جسد اغلب الشخصيات ما بين كوميديا والتراجيدي وغنائي صحيح. فهو قدر انه على مدار تاريخه يعني يقدم مختلف الانواع، وكلها نجحت. ده حقيقي. ونكتشف وحتى اداؤه في الغناء يعني الحقيقه يعني بالظبط بيأدي. بالظبط، من ايام هو وهي مع سعاد حسني. صحيح. بالظبط. نورتنا يا استاذ حاتم. اشكرك. بشكر طبعا النهارده الكاتب الصحفي حاتم سعيد، شكرا لحضرتك. شكرا. الحقيقه يعني هو فيلم جميل، كل صناع هذا العمل الحقيقه هو كان سبب في نجاح هذا العمل. الرائع احمد زكي، طبعا رؤوف توفيق المؤلف، وكمان طبعا محمد خان. كل الفنانين طبعا يعني ابدعوا في هذا العمل. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، وان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيلم جديد، لكن لازم يكون من افلام زمان.